السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. فقبل ما نبدأ كده ما تنسوش تصلوا على النبي، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وترزعونا أحلى لايك، ويلا بينا. اللي هم يطيروا ناحية الوحش، وتشو بيقول في عدد كبير جدا من الناس دلوقتي بقى هنا، والوحش بياخد باله منهم وبيبدأ اللي هو يصرخ كده ويحدف هجمة عليهم. والعجوز بيقول مدافع الليزر تهاجم دلوقتي، والمدافع فعلا بتبدأ اللي هي تجهز وكلهم بيهاجموا على الطائر ده. وتشو بيكون مستغرب وبيقول ده بيستخدموا دلوقتي مدافع الليزر كي 17 دي بتعمل انفجارات كبيرة جدا، وفعلا بيحصل انفجار عملاق. والراجل العجوز بيقول الوحش اتصاب بإصابة كبيرة دلوقتي، يلا خلونا اللي احنا نكمل. وتشو بيكون مستغرب جدا من اللي بيحصل وبيقول هم اكيد ما قتلوش الوحش ده بالسهوله ده، وبيكونوا عمالين بيتفرجوا على انفجار العملاق ده. ويوي بتقول في شخص واحد هو اللي عمال بيتحكم في كل مدافع الليزر دي، ودلوقتي بقى في عدد كبير من الناس بيعتمدوا على التكنولوجيا الحديثه علشان يقتلوا الوحوش. بس ساعتها الوحش بيفتح عينه وبيصرخ بقى على صوته، وبيقدر اللي هو يبعد عدد كبير من الجنود عنه. والراجل العجوز بيقول الوحش ده قدر دلوقتي اللي هو يخدعنا ويضحك علينا، وعمل نفسه ميت علشان نبعد عنه شويه. مدفع الليزر هاجم تاني، والمدفع بيكون لسه بيجهز علشان يحدف هجمه كبيره، انما ساعتها على طول الطائر بيعمل عدد كبير من الاعاصير وبيهاجم بيها على المباني وبيعمل بيها انفجارات كبيره. ويوي ساعتها بتقول دلوقتي هو دمر اسلحه الجيش، العرض اللي جاي دلوقتي اكيد هيكون مشوق اكتر. وساعتها في حد بيطلع اللي هو يجي وبيقول في دي فرصه حلوه جدا، وبيقول يلا يا رجاله عشان نبدا. وبيظهر عدد كبير من الجنود، والراجل بيقول اوعى ان اي حد يخاف، كملوا في الهجوم. انما ساعتها الوحش بياخد باله منهم، انما الواد بينزل على ظهر الوحش بهجوم كبير، وبيقول احنا اول ما نقبض عليه ونقتله هناخد الكريستالة منه وهنبيعها بفلوس كتير. انما الوحش بيتضايق جدا وبيطلع عصير كتير عليهم. وتشاو بيكون مصدوم من اللي شايفه وبيقول ده اكيد وحش فعلا متطور من الدرجة الثامنة، لمسة واحدة منه كفاية اللي هي تقتل اي حد. ويوي ساعتها بتقعد وبيكون في ايديها كريستالة وبتقول احنا دلوقتي معانا وقت كتير، خلينا اللي احنا نرتاح شوية. الناس دول ممكن اللي هم يفضلوا محاصرين الوحش ده على الأقل مدة 3 أيام عقبال ما يقتلوه، وبيكون في انفجارات كبيرة عمالة اللي هي بتحصل. ويوي بتقول حرب مع الوحش ده بتاخد في الغالب وقت طويل جدا، وبتفتكر ساعتها الماضي بتاعها وعيلتها عمال اللي هي بتحارب وحش عملاق. ويوي بتقول أنا لما كان عندي تقريبا حوالي 10 سنين كنت بروح مع عيلتي علشان نحارب وحش من المستوى التاسع، وكنا بنقعد أسبوع كامل نحارب في نفس الوحش. فتشاو بيقول لها نعم ياما، يعني انت لما كان عندك 10 سنين كنت بتحاربي وحش من المستوى التاسع؟ فهي بتقول له لا طبعا، انا كنت لسه صغيره، كنت بقعد بس اتفرج على عيلتي وهم اللي بيحاربوا، وكنت باخد منهم شويه خبره محترمه. فتشاو بيقول لها وهو كان مش مصدق، يعني دلوقتي في اكتر من 100 واحد عمالين اللي هم بيحاربوا وحش من المستوى الثامن، وانت عيلتك لوحدها كانت عماله بتأزأز في وحش من المستوى التاسع؟ هي ايه العيله الغريبه دي؟ وبيقول في نفسه أنا مش مصدق، ده واضح دلوقتي اللي كان قاعد مع واحده غنيه قوي. وبيكون في كريستالات على الارض، وتشو بيكون قاعد كده وعمال بيتاوب، وبيقول هم كده بقالهم يوم بليله كامله عمالين اللي هم بيحاربوا في الوحش ده. وبيكون في عدد كبير من الناس مرميه على الارض حوالين الوحش. وتشو بيقول في عدد كبير جدا من الناس دلوقتي عمال اللي هو بيموت، القائد بتاعهم ده فعلا عمال اللي هو بيكذب عليهم. انا حاسس ان الوحش ده حتى ما تعبش لحد دلوقتي بجنيه. انما ساعتها بيجي هجوم تاني على الوحش وبيطلع صوت عالي، وبيكون في عدد كبير جدا من الطيارات جايين في الجو. وتشاو بيبص لعدد الطيارات ده وبيقول ده واضح ان الطيارات جت تاني ورجعوا دلوقتي بمعدات احسن واحسن، وبيهاجموا كلهم ساعتها على الوحش بالليزر وبيعملوا انفجار كبير. وتشاو بيقول اسلحة الجيش دي لما تكون مع ناس من مستوى عالي ده بيزود من سرعة الحرب، هو احنا المفروض امتى اللي احنا نتحرك من هنا؟ فيوي بتقول بلاش اللي انت تستعجل، هما لسه هيحدفوا النار على الطائر ده، وسيب على العموم دلوقتي الناس اللي مستخبية في الضلمة هم اللي يعملوا أول خطوة. والطائر بيكون طاير في الجو عمال اللي هو يعمل أصوات عالية، وبيقع أخيرا على الأرض، وكل الرجالة بتفرح وبتقعد اللي هي تضحك وتقول أيوة انتصرنا أخيرا. وبينزلوا ساعتها على الأرض، والراجل على طول اللي هاجم على الوحش في الأول بيظهر وبيقول أيوة أخيرا دلوقتي بسبب الاتفاق اللي احنا عملناه النهارده اللي ناخد الكريستالة اللي موجودة في الوحش ده، إنما أي حاجة تانية موجودة في الطائر ده ممكن انتوا اللي انتوا تاخدوها. وبيقطع ساعتها رقبة الوحش، وبيلاقي الكريستالة الحمراء موجودة جواه، ودي بتكون كريستالة من المستوى 8. والراجل
بيقول ده ما شفتهاش قبل كده في حياتي كلها. وكل الرجاله بيكونوا فرحانين جدا، وهم بياخدوا الكريستاله دي وبيقولوا كريستاله زي دي علشان نقدر اللي احنا نلاقيها ممكن نقعد 10 سنين كامله. فساعتها على طول في حد بيطلع سيفه وبيقول انا اخواتي كلهم ماتوا في الحرب دي، ليه انت اللي تاخد الكريستاله؟ فالراجل بيضحك له وبيقول له طب طالما اخواتك كلهم ماتوا ليه انت لسه عايش؟ وبيقوم ساعتها على طول في حد مهاجم عليه بالليزر بيعمل كده في بطنه خر، وبتكون الطيارات هي اللي هجمت عليه. وفي حد في الطياره بيقول اي حد هيقرب اللي هو يسرق ممتلكات الاتحاد اقتلوه، سيبوا الكريستاله دي وامشوا حالا. وحد جوه الطياره بيقول طب احنا بنهدد ليه، ما ننفذ على طول. وعلى طول بيعمل انفجار كبير، والراجل ده بيقول جيش الاتحاد الغابي عايزين ياخدوا الكريستاله بتاعتي، وبيقوم على طول مهاجم عليهم وبيوقع كذا طياره منهم. وساعتها الكل بيبدا اللي هو يعجن في بعضه، اللي كانوا لسه بيتعاونوا علشان يقتلوا الطائر بقى دلوقتي بيتعاونوا علشان يقتلوا بعض. وتشاو ويوي الاتنين بيكونوا واقفين وعمالين بيتفرجوا، وتشاو بيقول دول عمالين اللي هم بيتقاتلوا مع بعض. فيوي ساعتها بتقول استعد بقى دلوقتي عشان احنا كمان هنتحرك. انما ساعتها بيسمعوا صوت جاي من وراهم، ودول بيكونوا اصحاب تشاو. وتشاو بيفرح وبيقول كويس اللي انتوا لسه عايشين وكويسين كمان. فالولد بيقولوا احنا كنا عمالين اللي احنا بندور عليك وسط الضباب ده كله، بس ما كناش قادرين اللي احنا نلاقيك، ده احنا اصلا دخلنا بالغلط لمنتصف الضباب ده وكنا هنموت، بس لحسن حظنا ليلي بتشوف كويس جدا وعلشان كده ادت اللي هي تشوفكوا على سطح المبنى ده وعشان كده طلعنا لكم. فتشاو بيقول كويس جدا ان انتوا لسه عايشين، ومع ذلك كانت تقريبا شايف ان هيتم دلوقتي اخلاء كل الطلاب من هنا. فالبنت ساعتها بتستغرب بتقول ايه ده واحنا نمشي كده من هنا؟ فتشاو بيقول لا احنا مش عاوزين اللي احنا نمشي. فالبنت ساعتها بتستغرب بتقول اوعى اللي انت تكون بتفكر اللي انت تسرق الكريستال اللي من المستوى الثامن. فيوي ساعتها بتقول احنا لازم اللي احنا ناخدها، احنا لو ما اخدناهاش تشاو ممكن جدا اللي هو يموت. الكريستال بتاعه الوحش دي هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تهدي دلوقتي تشاو بسبب النار بتاعه اللوتس الحمراء. فالبنت ساعتها بتقول هو الكلام ده بجد يا تشاو؟ وليلي بتقول انا افتكرت اللي احنا خلاص خلصنا من حوار اللوتس ده. والولد بيقول واحنا لازم اللي احنا نساعدك يا تشاو صح؟ فتشاو ساعتها بيقول انتوا عمرمون دلوقتي لو خايفين ممكن انتوا تمشوا وما تتدخلوش في الحوار ده، بس حاولوا ان انتوا تجمعوا اكبر عدد من الكريستالات. فساعتها البنت بتقول خلاص تمام احنا هنمشي احنا، بس حاولوا ان انتوا تخلي بالكم من نفسكم. وتحت عند الراجل اللي بيكون عمال بيحارب ده لوحده بيكون باين عليه التعب جدا، والولد ابو شعر فضي اللي بيكون على سطوح المبنى بيقول خلاص ده دلوقتي جه دورنا، وبيقول هي دي الفرصه بتاعتنا. وبيكون في ايديه قنبله، وبتعدي بعد كده 5 دقايق بس وبنشوف ساعتها تشاو ويوي الاتنين موجودين في ماسوره عملاقه تحت الارض. وتشاو بيضحك وبيقول كويس قوي الناس دي ما اخدتش بالها مننا. وتشاو بيكون فرحان وبيكمل كلامه وبيقول كل ده اصلا حصل بفضل الواد الغبي اللي حدف قنبله دخان، ده مش بس ساعدنا ده كمان سهل الطريق لينا علشان نقدر ان احنا ناخد الجوهره ونطلع نجري. وبينزل الشنطه من على ظهره وبيقولها فعلا ما كنتش متوقع ان احنا نقدر ناخد الكريستاله بالسهوله دي، بس بيتصدم اول ما بيفتح الشنطه وبيطلع منها بيضه وبيقول هي فين الكريستاله؟ فساعتها يوي بتقول واضح ان انت سرقت بيضه الطائر الابيض بدل الكريستاله. فتشاو بيقول لا 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 متاكد لا سرقت الكريستاله، ايه بقى فائده البيضه دي؟ ده احنا ممكن ان احنا نسلقها ولا نعمل لها اومليت وناكلها. فيوي بتقول دي بيضه الطائر الابيض دي ممكن ليه تفقس ويخرج منها طائر صغير ويكون الحيوان الاليف بتاعك. فتشاو بيتخيل نفسه وهو راكب على الطائر العملاق ده، وتشاو بيقول فعلا الموضوع مش هيكون وحش يعني. وبتقوم يوي مطلعه الجوهره من معاه وبتقول خد بقى وامتص الكريستاله، انا كنت عارفه اللي انت عبيط. ودي بتكون كريستالة الوحش اللي من المستوى الثامن، وتشاو بياخدها وبيفرح ويقول هو انت ازاي قدرتي اللي انت تسرقيها بالمراهره دي؟ انا ما شفتكيش وانت بتعمليها. فيوي بتقول له بطل بس رغي دلوقتي ويلا امتصها. وبنروح بعد كده عند مبنى متدمر وبيكون في حد عمال بيزعق، وده بيكون الواد ابو شعر فضي وبيقول اتسرقت فين الكريستاله؟ في حد دلوقتي سرقها مني. وصاحبه بيتصدم وبيقول ازاي اتسرقت منك؟ وبيفتح الشنطه بتاعته بيطلع الجهاز وبيقول على العموم مش مشكله انا هعرف دلوقتي بفضل الجهاز دي فين الكريستاله بتاعتي. وصاحبه بيقول له هو ايه الجهاز ده؟ وهو بيشغل الجهاز وبيكون في نقطه حمراء عليه وبيقول ده احدث جهاز بيحدد مواقع الكريستالات اللي موجوده جوه الوحوش او حتى اللي طلعت من بره الوحوش. كل النقط الحمراء دي عباره عن كريستالات، حتى الكريستالات اللي موجوده معانا في الشنطه والكريستالات اللي لسه موجوده كمان جوه اجسام الوحوش. وهو بيكون فرحان انما بيتصدم فجاه وبيقول النقطه الحمراء الكبيره دي هي مكان الكريستال اللي من الدرجه الثامنه اللي اتسرقت مننا، واللي سرقوها ما هربوش يعني لبعيد، وبيطلعوا يجروا على طول علشان يدوروا عليهم. وبيقول لازم اللي احنا نجيبهم بسرعه. وبنرجع تاني لتشاو، وتشاو حرفيا بيكون نص نار
وبيكون عمال بيمتص الكريستالة، وهو حرفيا بيوازن ما بين النار والتلج جوه جسمه، وبيقول في نفسه الاحساس بتاع التلج والنار وهو مندمجين مع بعض جوايا حلو جدا. انا حاسس دلوقتي ان قوة التلج اللي جوايا عمالة اللي هي بتتوازن مع قوة النار، وده بيسرع من سرعة الاستجابة قوتي، والنظام بيطلع له تاني يا سيدي لقد تمت الترقية بنجاح لمستوى 22. وتشاو بيكون فرحان قوي، بيقول في نفسه حلو قوي اللي دلوقتي ترقيت، الموضوع خلاص هيخلص بسرعة قوي. ويوي ساعتها بتلف لورا وبيكون في عدد كبير من وحوش الزومبي جت، ويوي بتقول برغم ان الوحوش القوية ماتت الا دلوقتي ان الوحوش الضعيفة رجعت تاني. ويوي بتقول ما تشغلش بالك انت بيهم، ركز بس انت في امتصاص الجوهرة دي وانا هتعامل معاهم. وفعلا يوي بتروح وبتقعد اللي هي تقتلهم وتخلص عليهم كلهم، وبتقول وهي تعبانة اخيرا دي خلصت عليهم كلهم، انا ما كنتش متخيل ان هم يكونوا كتار قوي كده. وهو بيكون لسه عمال بيمتص في الكريستالة، ويوي بتقول في نفسها انا فعلا مش عارفه هو يقدر اللي هو يمتص قد ايه من الكريستالة دي، بس شكل كده طاقة النار والتلج عمالين اللي هم بيستقروا جواه. انما ساعتها في صوت بيجي من ورا وبيقول انا فعلا ما كنتش متوقع ان انتوا اللي هتكونوا سرقتوا الكريستالة بتاعتي. ويوي على طول بتلف علشان تشوف فين مصدر الصوت ده، وبتلاقي اللي هو الواد ابو شعر فضي واصحابه. والواد ابو شعر فضي بيقول بص يا يوي، علشان بس حق الصحوبيه اللي كان ما بيننا، عشان ده بالمناسبه من الصف الاول اللي يوي كانت فيه وهي اصلا لسه ناقله منه، هات الكريستاله دلوقتي وانا مش هعمل لك اي حاجه وهخليكي تمشي من هنا. فصاحبه على طول بيقول الحق يا قائد الواد ده عمال هو بيمتص الكريستاله. فهو بيتعصب بيقول انت ازاي جالك قلب اللي انت تمتص الكريستاله بتاعتي، روح دلوقتي انت وتعامل معاه وسيب لي انا يوي انا هتعامل معاها. هو بيقول له طيب، وبيجري ساعتها على طول على تشاو علشان ياخد منه الجوهره، بس يوي على طول بتقول له انت قربت منه هتموت. انما على طول الواد ابو شعر فضي بيهاجم عليها وهي بتصد الضربه، ويوي بتقول طول ما انا موجوده انت بالذات مش هتعدي. فالواد ابو شعر فضي بيقول الكريستاله دي بتاعت انا. وفي اتنين على طول بيقربوا جدا من تشاو وبيقولوا له واحد عبيط زيك ما يستاهلش اللي هو ياخد كريستاله بالقوه دي ولا يعرف حتى اللي هو يمتصها. انما تشاو بيمسك ايد كل واحد من الاتنين بايده بالتلج والنار، وبيقول انتوا مفكرين اللي انتوا هتقدروا اللي انتوا تاخدوا حاجه مني. وهما الاتنين بيتوجعوا جدا، وبيقوم على طول رميهم لبعيد وبيمسك الرمح بتاعه وبيهاجم عليهم بالطور الابيض وبقوه ناريه كبيره جدا، وهما الاتنين بيتفادوا الضربه بتاعته. وواحد فيهم بيقول النار دي ممكن لا تحرقنا اتفادوها بسرعه. انما على طول يتشاو بيلحقهم بهجوم تاني تلجي، بس على طول بيقوم ضربه في السقف علشان يقدروا اللي هم يهربوا منه، وبياخد يوي وهم الاتنين بيطلعوا يجروا. وتشاو بيقول لها يلا بينا علشان نهرب من هنا. والولدين اللي بيكونوا اتفادوا الهجمه الناريه بتاعه تشاو بيكونوا واقفين وهم تعبانين، وواحد فيهم بيقول دول هربوا. والواد ابو شعر فضي بيكون متضايق قوي وهو ماسك الجهاز وبيقول يا نهار اسود النقطه الحمراء بتاعه البلورات اختفت اللي من المستوى الثامن، ده كان ممكن بسبب ان قوه البلوره خلاص تم امتصاصها، بس ازاي هو قدر اللي هو يمتصها بالسرعه دي. فالولد بيقول له احنا دلوقتي خلاص مش قادرين اللي احنا نتعاقب مكان البلوره، هنعمل ايه؟ فهو على طول بيقوم رامي الجهاز على الارض مكسره، وبيقول وهو متعصب يوي استنيني دلوقتي وانا جاي لك. وبيكون بقى ساعتها في كوخ خشبي جوه الغابه، وتشاو بيكون موجود جواه وماسك البلوره ولسه عمال اللي هو بيمتصها، والنظام بيطلع لوحه اللي هو ترقى المستوى 23 وبعد كده 24 وبعد كده 25، وبقى معاه 4 فرص لعجله الحظ و94 نقطه ممكن اللي هو يحطهم في اللي هو عاوزه. وتشاو ساعتها بيقول في نفسه انا ما كنتش متوقع ان انا لو امتصيت بلوره من المستوى 8 وظهرة اللوتس هقدر ان انا اخترق 3 مستويات كده ورا بعض. وهو بيقول للنظام يحط 42 نقطه في القوه و30 نقطه في البنيه الجسديه و22 نقطه في السرعه. وساعتها بنشوف لوحه البيانات وبنشوف اللي هو وصل لمستوى 25 والقوه بقت 463 والقوه القتاليه وصلت 5124. والنظام بيطلع لوحة تهاني للسيد على اللي هو وصل دلوقتي للدرجة الخامسة وبقى محارب من المستوى الخامس، وفتحت دلوقتي قفل الجينات من الدرجة التانية تهاني للسيد. ويكون عندك كمان قدرة اللي انت تعمل نسخة ظل تمتلك 30% من قوتك وهتستمر لمدة 30 ثانية مع فترة استراحة 12 ساعة. وتشاو ساعتها بيضحك وبيقول في نفسه أخيرا دلوقتي قوتي القتالية عدت 5000 وبقيت محارب من
من المستوى الخامس، وفتحت كمان قفل الجينات من المستوى التاني، واحسن حاجه هي المهارات الجديده. ويوي ساعتها بتخبط على الباب وبتخش وبتقول له هو انت خلاص قدرت اللي انت تمتص باللورا بالكامل؟ الامتصاص ده بياخد مع الناس الطبيعيه حوالي 3 ايام، بس انت خلصتها كلها في يوم واحد. وهو بيكون كده فرحان ومراخيره في السماء وبيقول ده كده عشان موهوب جدا. وهي بتسيبه وبتمشي وبتقول له مش مهم عموم، يلا خلاص دلوقتي علشان نتحرك. وفعلا ساعتها بيخرجوا بيبداوا اللي هم يتمشوا، وتشاو بيقول لها وانت مش عايزه اللي انت تمدحيني مثلا؟ ده دلوقتي عملتي انجاز يعني. فهي بتقول له العب بعيد يلا. وفي الاخر بيوصلوا عند مبنى كبير، وبيكون في حد عمال بيرخم على اصحاب تشاو، وتشاو ساعتها بيظهر وبيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ فالبنت اول ما بتاخد بالها ان تشاو هو اللي موجود بتفرح قوي، بتقول تشاو العيال دول من الصف الاول اللي في الاكاديميه الشماليه وسرقوا البلورات بتاعتنا وهم للاسف بتكون نهايه الفيديو بتاعنا، فاشتركوا في القناه علشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم، وطبعا ادعمونا بلايك علشان احنا بنتعب في الفيديوهات، وصلوا على النبي وسلام.